معاك مبلغ ومشيرك، وكل ما انت بتقلب على الانستا في الريلز تلاقي اونلاين كوتشنج. تعال اشترك معاه برايفت، اعمل لك نظام تمرين، اعمل لك نظام اكل، اخليك تدخل بطوله، احضرك لمش عارف ايه. فكك من الكلام ده كله. انا في الفيديو بتاع النهارده انا هعرفك ازاي تعمل لنفسك نظام تمرين، نظام اكل، حرفيا جدول ليومك، مش نظام تمرين ونظام اكل بس. تقول لي ازاي؟ انا ما بعرفش في الكلام ده وانا مش مختص وانا مش عارف ايه. اقول لك يا باشا انت مش هتعمل حاجه لنفسك، ومش انا اللي اعمله لك، لا، في حد مختص هو اللي يعمله لك وببلاش، مش هتدفع جنيه حرفيا. تقول لي ازاي ومين الحد ده؟ اقول لك يا باشا انا هسيب لك برومبت تحت في الوصف، تمام؟ البرومبت ده هيبقى فيه مواصفاتك، او بمعنى صح انت تكتب فيه المواصفات بتاعتك، زي طولك، سنك، وزنك، عايز توصل لهدف ايه، انت تعمل ايه في يومك اصلا، شغال، طالب، بتاع الدنيا دي. حتى مواصفات الاكل والوصفات بتاعت الاكل بالتفصيل هيكتبها لك. تقول لي مين الحد ده وهيعمل لي الكلام ده ليه؟ اقول لك تعالى، انت هتروح على شات جي بي تي، هتكتب له البرومبت اللي انا اديته لك، وهتظبط التفاصيل بتاعتك اللي هو طولك وزنك والكلام ده كله. وبعد ما تعمل الكلام ده كله هتبعت، هتيجي تبص هتلاقيه عمل لك نظام تمارين ونظام اكل ونظام نوم وكل حاجه زي ما انت شايف قدامك كده، ظاهر جنبي دلوقتي. تمام تمام. دلوقتي فكك من شات جي بي تي. ليه فكني من شات جي بي تي؟ انا جايب لك موقع احسن من شات جي بي تي. الموقع ده اسمه ديب سيك، الموقع ده مجاني واحسن من شات جي بي تي المدفوع نفسه. فكل ما عليك هتبعت له نفس البرومبت برضه وتظبط تفاصيلك وابعت، هتلاقي باعت لك كل حاجه بالترتيب، اذا كان نظام النوم، نظام الاكل، نظام التمرين، حتى النظام اللي هتمشي عليه في يومك اذا كان في شغلك او في دراستك. هيظبط لك كل حاجه بالتفصيل، وحرفيا مش هياخد منك جنيه. دلوقتي خلاص انت عرفت تعمل ازاي نفسك نظام تمرين ونظام اكل، حتى الوصفات بتاع الاكل هو يكتبها لك. دلوقتي انت واقف على حاجه، ايه الحاجه اللي انت واقف عليها؟ المبلغ اللي انا قلت لك اركنه في جنب من شويه. المبلغ ده يا اما تشترك في جيم نضيف، يا اما تجيب لك شويه مكملات حلوه. وطبعا لو هتشتري مكملات لازم تكون باستشاره الدكتور عشان ما تاخدش حاجه تضرك في الاخر. وشويه اكل كويسين باذن الله تظبط لك فورمه محترمه قبل الصيف ما يبدا. ما تنساش تكتب لي تحت في الكومنتات ايه افضل نوع قهوه انت جربته عشان نجربه احنا كمان. وطبعا الفيديو ما خلصش لحد كده، لا، انا هاخدك شرح عملي اوريك الموقع بتاع ديب سيك هيعمل معاك ايه، فعشان ما اطولش عليك ليتس جو. طبعا انا هسيب لك رابط الموقع تحت في الوصف، اما تدخل على جوجل كروم عندك وتكتب كلمه ديب سيك ار 1، تمام، وهتضغط على كلمه ديب سيك وهتسجل بالايميل بتاعك عادي، وهتضغط على كلمه ستارت ناو كده زي ما احنا شايفين. هيفتح معاك الواجهه دي نفس الواجهه بتاعت شات جي بي تي بالظبط. فانت هتحط له البرومبت ده، البرومبت ده انا هسيبه لك تحت في الوصف يا اما في الكومنت المثبت، تمام. هتكتب هنا طولك، حلو الكلام، يعني مثلا انا 173 او 175. وهنا بتكتب وزنك الحالي، يعني انا مثلا دلوقتي وزني مثلا 70. وهنا بتكتب عمرك، انا عمري 22 سنة. وهنا انت لو قلت لك، انا قلت لك لو عندك انبادي يبقى يفضل. ليه يفضل؟ لانه هو بيقول لك هنا هتكتب له نسبة الدهون في جسمك وكده. انا نسبة الدهون في جسمي حاليا تتراوح بين 9% مثلا، تمام، 9% دهون، حلو الكلام. فانا هحط له نسبة الدهون بتاعي لان انا كنت عامل انبادي قريب، تمام. فهنمسح كلمة إن وجدت دي ونسيب له كلمة نسبة الدهون اللي احنا عملناها، تمام. هنا بيقول لك مستوى اللياقة، انت بتتمرن في الجيم بقالك قد ايه؟ انا مثلا والله بتمرن بقالي حوالي 3 شهور، تكتب له متقدم، تمام. ولو انت مبتدئ تقدر تكتب له برضه، تمام. انت بتعدل البيانات بتاعتك على حسب بياناتك، تمام. هنا بيقول لك عندك اي مشاكل صحية او اي حاجة، فانت بتكتب له المشاكل اللي عندك. يعني انا مثلا عندي مشكلة في فقرات القطنية مثلا، فأنا مثلا هكتب له إيه؟ عندي مشكلة في فقرات القطنية. أعتذر بترجم بس الموقع العربي. تمام. وهنا بيقول لك نوع التدريب اللي انت تفضله، يعني مثلا انت هتلعب رفع اثقال، عايز تلعب كارديو، عايز تلعب تمارين وزن جسم والكلام من ده. فانت بتحدد له نوع التمرين كده زي ما احنا شايفين. يعني مثلا انا بحب رفع الاثقال، تمام، هنعمل كده. انت تشوف انت بتفضل ايه وتكتب له اللي انت عايزه. هنا انت بتكتب له الجدول اليومي بتاعك، تمام. انت بتكتب له بقى التفاصيل اليوميه بتاعك، انت مثلا شغال، انت طالب، انت مثلا عايز تدرس، عايز تنام بدري، عايز الكلام ده كله.
هو بيعمل لك الكلام ده كله زي ما احنا شايفين كده. انت بيبقى مكتوب هنا عايز خطة تدريبية مفصلة تشمل على المجاميع والتكرارات والكلام ده كله. تمام. وهنا انت بتحط له الهدف بتاعك اذا كانت زيادة عضلات او حرق دهون. تمام. انت مثلا بتظبط له، فانا مثلا انا عايز زيادة عضلات مثلا وحرق دهون الاتنين مع بعض مثلا. تمام. فانا اقوم باعت خلاص المسج دي واسيبها تحمل. زي ما انت شايف كده بيقول لك بناء على التمارين والمعلومات اللي انت اديتها له، فهو يكتب لك كل حاجه بالظبط. تمام. زي ما انت شايف كده هيديك جدول تفصيلي حرفيا، التمارين بالمجاميع بالعدات بكل حاجه حرفيا. انت مش هتحتاج اكتر من كده نهائي. زي ما انت شايف كده انت بتاخد التمارين دي وبتطبقها في الجدول بتاعك. تمام. هو طبعا عامل لك بنظام بوش بول ليج. بوش بول ليج ده من افضل التمارين اللي انت ممكن تتمرنها اذا كان 3 ايام او 6 ايام. زي ما انت شايف كده عامل لك الوجبات بتاعتك، جدول يومي للوجبات والاكل وكل حاجه. تمام. زي ما انت شايف كده بيقول لك استرجاع العضلات والدنيا دي كلها. حرفيا الموقع ده احسن من شات جي بي تي المدفوع مليون مره. زي ما احنا شايفين كده هتلاقي كل حاجه بالتفصيل. وجبه الفطار بتاعتك، وجبه خفيفه بين الفطار والغداء، وجبه الغداء، وزي ما انت شايف كده وجبه بعد التمرين غير وجبه العشاء. ده بيقول لك انك لو هتزود وزنك، لو انت هتبلق وفي نفس الوقت تنزل دهون، ومظبط لك الكلام ده كله. حرفيا الموقع ده كنز. انت هتدخل على جوجل كروم وتكتب كلمة ديب سيك ار1 تلاقي الموقع فتح معاك عادي. وزي ما انت شايف كده عمل لك الجدول بتاعك من تمارين لنظام اكل. وتقدر تكتب له والله مثلا عايز جدول يومي يمشي مع تماريني مثلا، وانا طالب في كلية تجارة مثلا، انا طالب في جامعي. تمام. ونضغط انتر ونشوف هيعمل لنا ايه. زي ما انت شايف كده بيكتب لك جدول يومي مفصل ليومك حرفيا. انت مش محتاج اكتر من كده. كوتش برايفت معاك اهو. عايز حد ينظم لك اكلك ووجباتك ويومك كله اساسا معاك موجود. عايزه مثلا يظبط لك الوصفات بتاعت الاكل بتاعك، قول له مثلا والله انا عايز مثلا بعد ما يخلص كتابة، خلاص هو خلص كتابة، قول له والله انا عايز مثلا ايه وصفات للوجبات بتاعتي، الوجبات التمرين. تمام. ونبعت له انتر. تمام. زي ما انت شايف كده بتنتظر ثواني وهيديك كل الوصفات باللينكات بكل حاجه زي ما احنا شايفين كده. انا بيقول لك المكونات زي ما احنا شايفين، كل حاجه مفصله بالتفصيل الممل زي ما احنا شايفين كده. تمام. انت مش محتاج اكتر من كده. عايز شيف معاك اه شيف موجود، عايز كوتش معاك الكوتش موجود، عايز حد يرتب لك يومك والدنيا دي موجود برضه. فليه تروح تشترك مع كوتش برايفت وتدفع ال 3000 ولا ال 4000 ولا الكلام ده كله؟ ملوش لازمه حرفيا. وخلي فلوسك في جيبك، يا اما تروح تجيب لك بيها مكملات واكل وتظبط دنيتك يعني، يا اما هتحتاجها في حاجه تانية تطور بيها في نفسك. تمام. انما حوار اي حاجه مجانيه موجوده عندك بتبقى احسن من المدفوع والله مليون مره. المدفوع اللي انت الكوتش بس يدخل يقول لك كل كام يوم كده، يقول لك اخبار التمرين معاك ايه، اخبار النظام معاك ايه، في حاجه وقعت منك بس. انت تقول له في حاجه وقعت مني، يقول لك لا معلش استمر. بس مش هقول لك اكتر من كده. بس كده.